مرة أخرى باش نخليك تختار بين حاجتين بعاد على بعضهم، إنك تكون في علاقة مع شخص يكره أصدقائك أو إنك تكون في علاقة مع شخص مكروه من قبل أصدقائك. نبداو بمزايا إنه الشخص اللي تكون معاه ما يكرهش أصحابك أما أصحابك هم اللي يكرهوه. الحياة الاجتماعية بالطبيعة باش تكون أسهل، على خاطر تنجم تقابل أصحابك من غير ما تحس بالذنب أو من غير مشاكل. إذا كان الشخص ما يكرهش أصحابك فنسبة التحكم أو التملك أو إنه يدفعك للعزلة هي قليلة برشا. خلينا نحكيو بصراحة، إذا كان الشخص مكروه من صحابك بغض النظر هو يكره صحابك وإلا لا، فعادة يكون فما سبب منطقي على خاطر الكره هذاك أو قلة المحبة هذيك ما تكونش مبنية على العاطفة أو على الغيرة. الخلافات في العلاقة تكون أقل برشا على الموضوع هذا، خاطر الموضوع هذا بصراحة حساس برشا الناس وبرشا مشاكل تصير على خاطره. دونك إذا كان تكون مع شخص ما يكرهش أصحابك فباش ترتاح من برشا مشاكل. كونه زادا ما يكرهش أصحابك أو ما يدخلش في الحاجة هذه فهذا دليل على أنه يحترم حياتك الشخصية برشا، واللي هي حاجة باهية. تو نشوفوا العكس، ميزات انه شريك او شريكة حياتك ما يكرهوش صحابك ما هو يكره. إمكانية حل المشكلة تكون أكبر على خاطر إنك تقنع شخص واحد إنه يتقبل أصحابك أسهل من إنك تدور على أصحابك بالواحد بالواحد وتقنعهم بالعكس. استقلالية العلاقة تكون أكبر على خاطر الخصوصية باش تكون خير وأحسن وما فماش برشا تدخلات. كيف أقل ضغوطات خارجية خاطر أصحابك مش باش يضغطوا عليك بحكم ما يكرهوش. الحاجة الأخرى هذه ما تنطبقش على الناس الكل، أما ينجم يكون يدفع فيك لإنشاء صداقات أنسب لك إذا كان أنت الصداقات متاعك ما همش مناسبين. كالعادة ما تنساوش تقولون شنو باش يكون اختياركم في الحالة هذه.